صباحكم ابيض زي قلوبكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم منى من قناه وصفه ماما وعملنا سند. النهارده جايين بروتين بادئ من الفجر، يا دوب القران الفجر كان بيقول كده وانا بادئه اشوف اي يعني روتين حياتي او روتين اليوم هيمشي ازاي. زي اي ام عندها ولاد فبطلوش زن وعايز زي ما انتوا سامعين كده 24 ساعه. فاول ما بلاقي الفرصه اعمل فيها حاجه طبعا بقوم على طول، ما بستناش. طبعا كان الولاد خلاص كانوا نايمين حوالي الساعه 4، قلت بقى هنام واصحى متاخر وبتاع، هما كده كده اصلا مش بيناموا. فقلت ايه اقوم بقى ايه، كنت انا غاسله كده طول، وقلت ايه اما انشر هدوم كده ايه واستغل الهدوء اللي انا فيه ده كده مع نفسي والناس، ومفيش حد في الشارع والناس نايمه. فقمت طبعا نشرت كده وخلصت، وبعدين دخلت على المطبخ. كنت غاسله مواعين، كان عندي مواعين عايزه تتغسل وازايز مواعين عايزه تتملى وحاجات عايزه تفضى من الاكياس. كان عندي يعني شويه حاجات كده، قلت اما اعملهم بقى ايه وهم نايمين، وبعدين ابقى انام مفيش اي مشكله، انا عليا الاستحمال يعني. إيه، فبدل ما اراكم الحاجه واقوم بقوم مجهده وتعبانه وكده، فايه بدل انا صاحيه اخلص اللي ورايا. فقمت كده لقيت اول حاجه طبعا هكفي المواعين، برجع كل حاجه مكانها واغسل المواعين اللي في الحوض، وبعد كده هملى ازاز الميه. طبعا كنت انا غسلت المواعين بقى، مرضاش اطول عليكم عشان مبيبقاش كل فيديو مواعين ورغاوه وحاجات من دي عشان ما تزهقوش. وابدا كده اغسل ازاز الميه كويس جدا، بغسلها كل ورا كل استعمال. تمام. الولاد بقى اللي يبقى في ايده فيها شوكولاته بسكوته بتاع الكلام ده كله، فطبعا هغسلهم كويس جدا وهملاهم بقى من الفلتر، وبعد كده ادخلهم التلاجة عادي جدا. على ايه بيقولوا ايه، البركه في البكور والشغلانه البدريه منسيه. طبعا اللي شجعني ان كان جوزي اصلا في شغل وكان جاي متاخر، كان جاي حوالي الساعه 7 6 الصبح. فانا قلت بقى ايه الولاد بدام ناموا بقى، بدل ايه انا كده كده قاعده هستناه. فهقوم بقى اشوف بقى اللي ورايا، اخلص اللي ورايا كله قبل هو ما يجي ان شاء الله. طبعا كده الشقه بره نظيفه وكانت كل حاجه تمام زي ما قلت لكم. ساعه ما بيناموا كده بستغل الفرصه بقى، وببدا بقى ايه انضف الشقه، اغسل مواعين، اعمل حاجه. انما طول ما هم صاحيين بصراحه انا جنبهم، لان طبعا بخاف يعملوا حاجه يبهدلوا حاجه او يكونوا حواليا عامه يعني. فغسلت المواعين، غسلت الازاز بقى طبعا ومليتها وسبتها شويه كده، وبعدين غطيتها وادخلها التلاجة معاكم اهي. إيه وهسيبهم بقى ايه يسقعوا براحتهم. تمام. وبعد كده بقى ايه، كان عندي طماطم وعندي بتنجان، هبدا اطلعهم من الاكياس بتاعتهم واغسلهم. بس قبل ما اعملهم طبعا عندنا الببرونه بتاع الولاد عندي. بقى الغسيل بقى ورا كل استعمال بقى بالطريقه دي، يعني بغليهم مره او مرتين في الاسبوع. انما بقى الغسيل اللي هو يوم بقى ايه ورا كل رضعه كده على طول، ما بسيبش اللبن فيها، بقوم حاطه مع شويه صابون وفرشه اسنان. طب بجيب كل حاجه جوه بقى، عشان طبعا الاسبونشه ما بعرفش ادخلها، ما بتدخلش من الازازه. فانتوا شايفين كده ايه يمين وشمال وشمال ويمين، وبترجي بقى الصابون صابون صافي وتغسلها كويس جدا. بتقوم مطلعه كل الرواسب اللي فيها ومسيبش فيها اي حاجه، وبتبقى نظيفه يعني عامه. وبقوم كافياها بقى وسايباها ايه، لحد ما اجي استخدمها تاني. سهله وبسيطه جدا طبعا، دي بالنسبه للامهات اللي بيحتاروا في غسيل الببرونات، لاني بشوف امهات الببرونه من جوه بتبقى خلاص يعني بتقولوا ارحميني، متبقاش نظيفه جدا وبتعتمد خلاص على الشطف وخلاص وعلى كده. لا، لازم تعملي الحركه دي حتى لو انت هتغليها او قبل ما تغليها. تمام. فطبعا انا كنت عامله فيها اعشاب، ما كانش فيها لبن يعني، كان فيها ينسون وبتاع، فكانش مستاهله انها تتغلى ورا اللبن. آه هنا بقى البتنجان والطماطم بقى هغسلهم. وبعد كده هصفيهم بقى على فوطه عشان يتصفوا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. غسلتهم كويس واسيبهم يتصفوا. طبعا الطماطم هنعينها والبتنجان هنسلقهم طبعا نص كده حبه، ويمكن اقل من نص كمان حبه مش كتار. فانا قلت بقى ايه بدل ما يبوظوا عندي او اركنهم، استغل الفرصه كمان ايه وبسلقهم كده، اللي هو الاستعمال اليومي اللي هو البتنجان المسلوق، بدل ما نقليها نسلقه. تمام. حاجه بسيطه كده. طبعا كنا وقتها هنا حوالي تاني يوم يعني، كنا بقى خلاص بقى الظهر بقى قبل ما اجهز الغدا اللي هو موضوع الطماطم. لان طبعا الفيديو بيتعمل على مراحل زي ما قلت لكم. بس بعد كده بقى هجيب حله وهشيل البوزه بتاعه البتنجان، هشيل البوزه بتاعتها كده من غير ولا اعمل فيها اي حاجه، بس هشيل انت بس الورقه اللي فوق واقوم حاطه البتاع على طول. تمام. بعد كده بقى هنحط عليها شويه خل وشويه ميه وهنولع عليها البوتاجاز تاني. اهم حاجه بس تشيل البوز، ما تشقهاش بالسكينه ولا اي حاجه، احنا بنشقه بعد ما يطلع، بعد ما بنسلقه يبرد كده، بتقوم انت فاتحه فتحه صغيره كده من الجنب ويبقى زي الفل.
خلاص. هو طبعا زي ما قلت لكم مكانوش كتار، فقلت استغلهم كده ايه يبقوا جنب غدا جنب فطار جنب عشاء. هو حلو جدا على فكرة مش وحش. نص ليمونه ومعلقتين خل على شويه ميه، وهنولع عليهم البوتاجاز يغلو. عايزه تكليف نفس اليوم هتسيبيه لما يستوى ويجيب اخره. عايزه تسيبيه مثلا معاكي اسبوع هتغليه نص غلوه، اللي هو يبقى ايه استوى كده طري بس مش طري قوي برضو، بحيث انه يكمل سوا في التتبيله بتاعته والميه بخل بتاعته وما يبص مننا بسرعه. انما طبعا ليه اكتر من طريقه واكتر من حاجه. طبعا ده الطريقه اللي انا هعملها معاكم النهارده في السلق، اللي هو مثلا اخره معايا اسبوع، لان احنا طبعا مش بناكله طول الوقت. ممكن مره في الفطار، ممكن مره جنب غدا، ممكن مره جنب عشاء، يعني مش على طول، يعني مش فطار وغدا وعشاء. هنا بقى جبت التتبيله كده عباره عن قرن فلفل احمر وشويه توم، وفرمتهم في شويه ملح وخل بس، وممكن سنه كمون. وده شكل البتنجان بعد ما استلق طبعا. كان ايه لو متك عليه مش طري قوي ومش عامل، او حتى تيجي تشقيه بالسكينه كده ايه هتلاقيه يعني ايه يعني نيح شويه. وهنا بقى التتبيله اللي انا عملتها حطيت عليها شويه خل وقلبتها، وبعد كده بقى هبدا اشق البتنجان معاكم بالشكل اللي انتوا شايفينه، دي فتحه صغيره وهحشيها وبس كده. طبعا انا شلت من ميه السلق عفوا، شلت من ميه السلق كوبايه ميه كده من سلق البتنجان نفسه، لان فيها كان فيها خل طبعا وليمون، فشلتها في جنب كده عشان ازود بها الميه بتاعه البتنجان اللي هنحطه فيها. تمام. هنشقه بقى كله بنفس الطريقه دي. طبعا الطبق ده ما تستغربوش هو مش بتاعي، طبعا ده طبق من ايام ست وستك بتاع حماتي او لا مش بتاع حماتي، بتاع عمتي اخت جوزي، وانا واخداه منها كده ايه، كنت واخداه منها مره ونمت عليه بقى ما رديتهولهاش تاني، بس بحبه بصراحه. اللي هو الاطباق الصاج دي. بعد كده بقى ايه ده الكوبايه اللي بقولكوا عليها. بعد كده بقى نجيب التتبيله وهنبدا نحشي بقى الفتحه اللي احنا فتحناها بالسكينه ديت. هنحشي كله بنفس الطريقه، سهل وبسيط وجميل. ودي طريقه من طرق تخليل البتنجان. طبعا ليه اكتر من طريقه واكتر من شكل واكتر من وضع، بصراحه كل طرقه جميله، مفيش في حاجه وحشه، مفيش في حاجه، وسهل جدا واحسن من القلي. يعني انا كنت جايبه قبل كده من فتره عشان اخلله، بس جه كبير قوي لقيت دمه تقيل بصراحه، قليته وعملت له دخل وتوم عادي جدا زي كده، بس بدل ما سلقناه كنت اقليه في الزيت. طبعا بيشرب زيت كتير جدا، فالطريقه ده افضل وصحي يعني عامه يعني. بس هنحشيه بقى كله بنفس الطريقه لحد ما نخلص كل الكميه. ولو انت وصلت معايا لحد هنا، ولكن اشك يعني انكم ممكن توصلوا لاخر الفيديو، طبعا غير حبايبي واصحابي اللي بيحبوني وبيدعموني. لو وصلت لحد هنا صلي على حبيبنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. متنسوش تحط لايك يا حبيبه قلبي. ولو مش مفعله زر الجرس فعليه عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله. خلاص هنخلص كل البتنجان بالشكل ده. هما الشوية اللي معايا دول بالنسبه لي انا ممكن يقعدوا معايا من اسبوع ل10 ايام. تمام. ممكن بقى لو انت عيله تعمليه جنب غدا جنب فطار جنب عشاء، حلو جدا. بصي ماشي معاكي في اي حاجه، جنب مكرونه، جنب كشري، جنب سمك. بصي راشق في اي حاجه بقولكش لا، انه اصلا نوع من انواع المخللات. حطينا شويه خدنا شويه التتبيله الباقيين وحطيناهم عليهم، وخبينا كوبايه الميه اللي احنا كنا شايلينها، وهنعصر ليمونه على الوش وشويه زيت، وهنغطي عليه. طبعا بتاع دي بعد التصوير لقيتها كده ايه مش الغطا بتاعها مش هيجيبه، فقمت حطاها في علبه بلاستيك وغطيته بالميه، زودت ميه وغطيت. تمام كده. كده ملح مظبوط، بهاراتك مظبوطه، خليك معاكي ليمونك، حط شويه زيت دول هيحفظوا بس الوش والميه كده ايه ويدوله طراوه كده، خليه حلو. وبس كده، سهل وبسيط ولذيذ وسريع. اتمنى تكوني استفدتي من فيديو النهارده، اتمنى اكون طاقه ايجابيه كده واستفدتوا مني. وان شاء الله مش اخر فيديو، وان شاء الله مش اخر لقاء، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واسيبكم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.